السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله في الفيديو ده هنزل لكم طريقه اللفه دي. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في اللفات اللي انا بنزلها، وقولوا لي بقى انتوا بتلفوها جربتوها ولا لا، وبتكون عمليه معاكم ولا لا. يلا طبعا الفيديو عشان تشوفوا اللفه لفتها ازاي. وما تنسوش لو اول مره تشوفوني تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد. بصوا بقى الخمار اللي انا مستخدماه خمار شيفون، مقاسه 1.5 في 1.5 متر. اول حاجة هنتني الخمار مثلثين، هنخلي فيه مسافة كبيرة ما بين المثلثين دول بحيث يدينا عرض للخمار وطول نقدر ان احنا نلف بيه لفة حلو. هنبدأ بقى ان احنا نحط الخمار ونعمله بدبوس مشبك. عايزه اقول لكم يعني احنا ممكن نلفه زي ما انا ملفاه كده من غير ما نلبس البونيه اللي بيرفع الخمار. يعني انا قصدت ان انا اعمل كده عشان اوريكم انا برفعه ازاي، وبيفضل مرفوع وثابت وبيبقى حلو جدا. عشان بس في ناس ما بتعرفش تلفه على البونيه، فشايفين تلف حلو جدا. طيب تاني خطوه بقى انا هجيب حته كده من ورا هرفعها فوق زي ما انتوا شايفين كده، يعني هي هتبقى واضحه في الفيديو. ونبدأ بقى نخلي طرف هنحطه على الكتف بدبوس ونثبته. احنا ممكن بقى نخلي الشكل من قدام بقى مثلا مثلث، نخليه بوردة كده شوية براحتنا. الطرف التاني بقى هرفعه لفوق الناحية التانية. انا قصدي ان انا اخلي الفيديو بطيء شوية عشان تشوفوا الطريقة يعني بالراحة عشان تكون واضحة. لما بسرع الفيديو بتقولي لي لا ملحقناش نشوفها كويس، فعشان ايه تبقى الخطوات كلها باينه معاكم. بس كده بثبت بدبوس بقى الطرف ده، ونبدا بقى نظبط الحته اللي فوق دي عشان ما تبقاش واربه، نحط لها ايه دبوس برضو من على الجنب، ونظبط كده نفسنا وبتكون اللفه خلاص خلصت. اتمنى ان هي تكون عجبتكم.